هانتوما المشاهدين ديما الكسكسو كما كتشوفوا. انا الكسكسو كنغسلو هاد النوعيه هادي بالنسبه لهاد الخبز. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الدواء البرد اللي كينفعني غير مع هذا البرد، واحد القصريه ديال الكسكسو اللي بالخضيره اللي على هذا الشكل. دخلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كنتمنى هذا الفيديو الاعجاب ديالكم ان شاء الله. هانتوما خوتي المقادير ديال الكسكسو ديالنا ديال هذا النهار كما كتشوفوا. عندي هنا لحم الدجاج اللي بعد ما طرقت وغسلته بالملحه والحامض كما كتشوفوا، غسلته مزيان. وعندي هنا البصله مشلضه، وعندي القزبر ومعدنوس اللي ربطته على هذا الشكل، وعندي هنا مطيشه محكوكه كما كتشوفوا، والعطريه، سكينجبير والملحه والخرقوم وشويه ديال الابزار وشويه القرفه. وعندي هنا الخضره هانتوما اللي كما كتشوفوا القرعه الخضراء ها هي، وعندي المكور واللفت المحفوره اللي كتجي رائعه حتى هي لفت الخضار ديالها مع الكسكسو كتجي رائعه. وعندي خيزو والقرعه الحمراء كما كتشوفوا والبسباس. المهم هادو هما المقادير اللي كنحتاج، وشويه زيت المائده وزيت الزيتون. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. كنجيبوا البريمه ديالنا وكنديروا فيها البصله، كنديروا القبيطه ديال القزبر والمعدنوس، وعندي هنا مطيشه والعطريه وزيت الزيتون وزيت المائده كما كتشوفوا. صافي كندير شويه ديال الماء باش كنخلط التوابل وهادشي باش كنضيف الدجاج ديالنا. بسم الله. المهم كنديروا هادشي كيتقلى، ومن بعد كنمرق بالماء طايب، وكندير الخضره القرعه الخضراء والحمراء كنديرها بوحدها باش ما كتروليناش، كتبقى شاده راسها. وكنضيف ليها شويه ديال المرقه اللي درت المهم هنا مع هاد اللحم ديال الدجاج والتوابل، وكنخليها كطيب بوحدها. ومن بعد حتى كنعمر الكسكسو ديالنا المهم فاش كنحطو، وعاد ديك الساعات كنخليها المهم في الطاوه ديالها، والخضره الاخرى كنديرها مع الدجاج والعطريه. هانتوما المشاهدين عندي هنا حتى الفول كما كتشوفوا اللي غادي نديرو كيتسلق شويه باش كتحيدوا شويه ديال الكحوليه، ومن بعد كنضيفوا على الخضيره ديالنا مع لحم الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا نديرو هكا على هذا الشكل صافي، وكنصفيه وكنخليه حتى كيتشرب، وعاد كنديرو التفور. هانتوما المشاهدين ماشي تسمعوا كيتشرب زعما تيشرب داك الماء اللي خويت له، زعما غير فاش كنصفيه كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. فاش كنصفيه صافي كنخليه حتى ينشف شويه، وعاد كنفورو بحال جميع الكسكسو. المهم غير كاين اللي كيرشو، كاينه المهم انا هاد النوعيه هذه كنغسلها على هذا الشكل هذا صافي، وكنخليه المهم واحد شويه، ومن بعد كنفورو. المشاهدين هاد القصريه ديالنا ديال الكسكسو جات رائعه كما كتشوفوا، وكنرافقها مع اللبن. وكنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، والى فيديو مقبل. وهذه هي القصيعه اللي كتليق لهذا البرد.